اليوم حتسألني هل الحب الحقيقي بيموت؟ جاوبت الحب الحقيقي لا بينتهي ولا بيكبر ولا بيتعب ولا بيموت. الحب مش كلمة ولا نظرة أو إحساس وفورة. الحب علاقة تبدأ بالقبول وتستمر بالحوار العميق والتعامل الرقيق، بالاعتراف بالأخطاء والزلات، ومن الطرفين تقديم التنازلات. الحب هو الاهتمام اللي بيروي عطش الشوق، والاحترام اللي بيولد الانسجام. واحد منكم ممكن يقول هلا بلا حب بلا بطيخ، واساسا ما في حب وكله كذب بكذب. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. ازيكم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. جايه لكم النهارده فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله يعجبكم قوي. زي ما انتم شايفين كده هنبدا بقى يومنا كله مع بعض. هقضي بقى الروتين بتاع النهارده كله معاكم. قبل ما نبدا الفيديو حابه ارحب بكل اخواتي وحبايبي اللي مشرفين ومنورين من كل مكان. وجودكم في قناه شرف ليا وتاج على راسي. وبشكر كل الناس اللي دايما بتشجعني كده وبتكتب لي تعليقات بتشجعني ان انا انزل فيديوهات على طول. يا ريت بقى اللي يشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا مني اشعار بكل جديد بنزله، وتعليق حلو كده عشان تشجعوني، وارفعوا الفيديو باللايكات عشان يوصل لاكبر عدد من الناس عشان عيلتي تكبر بيكم. نبدا بسم الله. انا قمت بقى النهارده الصبح كده وفتحت بقى الشبابيك وهويت بقى الشقه كلها كده. انا بحب افتح الشبابيك عشان الشمس بقى تدخل وان كان الهواء يدخل الشقه كده عشان تحس ان يعني يشيل بقى الخمول. تحس ان فيه حيويه ونشاط كده. الجو ده بيشجعني كده ان انا اشوف بقى شغل البيت كله. عملت بقى الفطار وفطرنا وبدات بقى اغسل المواعين اهي معاكم. دي مواعين الفطار. ساعه البدريه منسيه، يعني الساعه بتاعت الصبح بدري دي بتبقى فيها بركه ما شاء الله، حلوه جدا. اي حاجه وراكي مثلا متاخره عنها مكسله عنها، قومي بس الصبح بدري كده او ساعه بدري عن ما بتقومي مثلا. هتشجعي وهتخلصي كل حاجة كنت مكسلة فيها. يعني فعلا صدق اللي قال شغلانة البدرية منسية، السعد فيها بركة. حلوة قوي. فعلا البركة في البكور. يعني دايما بحب ان انا اصحى بدري كده. يعني بدري هيبقى مثلا من الساعة 7، 7:30. بصحى بقى بعمل كل حاجة في الشقة وبرتب الدنيا كلها كده وما بحسش بالوقت خالص. شفتوا المقوار ده حلو جدا بتاع الكوسة والبتنجان. انا ببقى استخدمه برضو كمضرب للنسكافيه لما يكون المضرب بتاع النسكافيه عندي الحجاره خلصانه. ببقى استخدم ده يعني برضو. انا عامله بيه نسكافيه كده. بدوب النسكافيه في الكوبايه بالسكر بالمضرب ده برضو. حلو قوي وعملي جدا. كمان حلو جدا برضو في تقوير البتنجان والبطاطس لو هتحشيها مثلا لحمه مفرومه، او خلطه المحشي برضو. وحلو جدا برضو في تقوير الكوسه. خلاص كده انا غسلت بقى المواعين اهي. وكان عندي بقى لقمة الرز دي متبقية من امبارح يعني وكده، فانا بحط عليها شوية مية ولو عندي مثلا اي بواقي اكل تانية بطلعها بقى للطيور. انا عندي فراخ وعندي بط فوق وكده. ما بحبش ان انا ارمي اكل متبقي او اي حاجات من دي. خلاص كده انا غسلت بقى الحلل اهي. انا بحب ادعك الحلل الالمونيا كده، شايفين؟ ده برضو بالصابون اللي انا عاملاه معاكم قبل كده، من بواقي زيت التحمير والقلي وكده يعني كل حاجه بنعملها اعادات تدوير في اليومين. طبعا اللي انتوا عارفين كل حاجه غلت كده فما ترميش بقى الزيت. تقدري بقى تستغلي كل حاجه كده وتعملي منها اعادات تدوير. يعني الزيت القلي والتحمير بتعملي منه صابون اسمر بدل ما تشتريه، وبيبقى جودته حلوه جدا وكمان الرغوه بتاعته حلوه قوي. حاجات كتير نقدر ان احنا نستغلها بدل ما نرميها، نعمل منها اعادات تدوير. وكمان بيبقى منها فايدة اكتر. انا عاملة حاجات كتير قوي على القناة هتفيدك. يعني مثلا لو عندك بلوفر صوف، بدل ما ترميها اقولك هتعملي فيه ايه برضو. في حاجات كتير قوي انا منزلاها يعني. وبرضو دايما لو ايدك في الحوض في كل حاجة بتلاقي كل حاجة حواليك نضيفة كده. يعني انا عندي الطاسات دايما بغسلها بعد كل قلي وبعد كل استعمال، فعشان كده ما يبقاش عليها حروق خالص ولا دهون ولا اي حاجة. الطاسة دي انا بعمل فيها بيض، وعندي الطاسات التانية اللي بقلي فيها برضو كلها نضيفة بالشكل ده كده. ما بحبش ان انا اسيب عليها اي حروق ولا اي دهون خالص. انا شغلت برضو الغسالة كده اهي. كل ده طبعا احنا لسه الصبح. يعني انا بحب اغسل برضو الهدوم في البدريه كده، ما بحبش ان انا اغسلها بالليل. جربت كتير ما تاقلمتش خالص ان انا اغسل الهدوم بالليل خالص. دايما بغسلها الصبح يعني. ممكن قبل الفطار قبل ما بجهز الفطار، وممكن في الوقت اللي انا بعمل فيه الفطار وبجهزه بغسل بشغل الغسالة كده. والوقت اللي انا بشغل فيه الغسالة ببقى اعمل شغل البيت حواليها كده برضو. يعني ما اقعدش بقى ان انا اطلع الهدوم وانشرها وكده، لا. بعمل حواليها حاجات تانية. يعني ممكن اروق السراير، انضف الشقة، اجهز الفطار.
اغسل المواعين، اعمل اي حاجه تانية يعني انا كنت مجهزه الفطار وبغسل المواعين وكنت مشغله الغساله جنبي كده. خلاص كده انا طلعت دول اهو، هنشرهم برضو معاكم اهو. رحت بقى البلكونه بمسح بقى سور البلكونه كده الاول واحبال المنشر. قبل ما بنشر كده بجيب بقى فوطه او اي قماشه، ببلها وبعد كده بعصرها وبمسح بقى الحبال دي كلها، عشان الشارع طبعا رايح جاي وكده، فبيبقى في عفرة وفي تراب وحاجات كتير. برضو وانا بنشر الهدوم، بنشر بقى الهدوم القصيرة قدام كده. لو عندك اطفال بتحط الهدوم بتوع ولادك في اول حبل كده. ولو في هدوم بيضة برضو بتنشرها في الاول كده. اما بقى الهدوم الطويلة بتحطها في ورا يعني مثلا الملايات، العبايات، الحاجات دي بتحطها في الحبال الاخيرة، بحيث انه يبقى نازل تدريجي كده الطويل وبعد كده القصير وبعد كده القصير. طبعا كلنا شاطرين في المطبخ والبيت وستات بيوت، شاطرين قوي انا عارفة. بس بيبقى اوقات في بنوتات صغيرة كده عايزة تتعلم، وفي لسه برضو عرايس متجوزة جديد، فمبقاش عندها خبرة قوي يعني. كل التفاصيل دي احنا بنحكيها عشان نتعلم من بعض كده. مش معنى مثلا ان انا بقول الحاجات دي يبقى انتوا مش عارفين او كده، لا طبعا. اي حاجة انتوا عارفينها برضو بتقولوها لي في التعليقات وانا بتعلم منها، واي حاجة انا اعرفها بقولها لكم. خلاص كده انا شلت برضو الهدوم دي اهي. انا بشيلها بقى من العين اللي بتغسل دي وبحطها بقى في المنشفة، وبنشفها وكده. الهدوم بالرغم ان هي طبعا متنشفة كويس، بس لازم ان احنا نسيبها في الشمس فترة كده. لازم كل حاجة تتشمس كده. يعني لو مثلا عندك بطاطين، عندك السجاد، عندك الخداديات، المخدات، الحاجات دي كلها لازم تطلعها في الشمس كده. يعني براحتك، ممكن كل يوم، ممكن مرة واحدة في الأسبوع، زي ما انت عايزة، بس لازم ان هي تطلع تشوف الشمس. لازم تتحط في الشمس لان الشمس مفيدة جدا للجسم، وكمان بتقتل بقى الجراثيم والبكتيريا والميكروبات والحاجات دي كلها طبعا. يعني في مثل دايما بيقولوه: البيت اللي يدخله الشمس ما يدخلوش الطبيب. دايما نخلي بالنا من التفاصيل الصغيرة دي، يعني اوقات التفاصيل دي هي اللي بتفيدنا اكتر في حياتنا اليومية. في ناس برضو بتكتب لي في التعليقات ان هم مش عارفين يظبطوا وقتهم، او مثلا انا بجيب وقت منين لده كله. انت دايما تظبطي وقتك كده. في عندك روتين يومي بتعمليه، في عندك روتين اسبوعي بتعمليه. يعني الروتين اليومي ده طبعا زي غسيل المواعين. دايما بتغسلي المواعين اول باول. اول ما بتخلصي مثلا كل حاجه في المطبخ كده، تدوري بقى على الحوض، اغسلي المواعين الموجوده فيه. يعني ما تراكميش المواعين فطار على غدا على عشاء، فدايما بتحسي بقى ان ده كله بياخد معاكي وقت وبياخد كمان مجهود، وكمان بيتعبك نفسيا كده. فبتعملي روتين يومي زي غسيل المواعين على طول، غسيل البوتاجاز بعد كل استعمال. بتحاولي على قد ما تقدري تظبطي وقتك كده. خلاص كده خلصنا كل حاجه وجينا بقى للغدا. هنعمل مع بعض سمك النهارده. انا جبت بقى السمك اهو. تعرفي بقى السمكه النظيفه من السمكه اللي بتبقى قلبها مش نظيف كده او لحمها مش حلو، بتبقى الراس بتاعتها صغيره، الخياشيم بتاعتها حمراء زي ما انتم شايفين كده اهو. تضغطي على ظهر السمكه من ورا، بتلاقيها جامده، مش اللحم بتاعها طري. البطن بتاعت السمكه من تحت، من عند البطن في الاخر كده، زي ما انا وريتكم، تبقى حمراء، ما تكونش سودة. لان لو سودة بيبقى قلب السمكة مش نظيف، قلبها كله طينة. وكمان بتبقى لون السمكة فاتح كده وعاتي على بامبي، يعني تحس ان لونها فيه بامبي كده. بغسل بقى السمك اهو. لازم تغسلي السمك كويس جدا، بيبقى فيه رملة وبيبقى فيه ترابة، عشان مثلا لو بتشوي بره لازم تغسليه قبل ما توديه تشويه بره. لو هتشويه عندك في البيت برضو لازم تغسليه. برضو شايفين نازل منه حاجات قد ايه. تفتحي برضو الخياشيم كده وانت بتغسليه، والراس بتاعت السمكة كده لازم يتغسل كويس قوي. خلاص كده هنروح بقى عند الفرن بقى. انا حاطه الفرن بتاعي في البلكونه عشان هشوي بقى السمك. بغسل برضو الحوض اهو عشان ما يبقاش ريحه زفره كده في المطبخ. دايما ايدك في كل حاجه كده، بتنضفي كل حاجه وراكي، تلاقي كل حاجه ما بتاخدش معاكي وقت ولا مجهود، وتحسي ان كل حاجه مريحاكي كده. معايا بقى السمك اهو. انا جايبه بقى السمك نوعين كده. جايبه كيلو شبار وجايبه نص كيلو صغير كده، عشان انا بحب الصغير يعني. قبل ما بستعمل بقى الفرن كده، انا عندي فرشه كده بكنس بها الفرن الاول، وبعد كده بجيب قماشه بكون بلها وعصراها وبمسح الصاجه كويس قوي. ده طبعا قبل كل استعمال وبعد الاستعمال عشان يبقى نضيف كده.
معايا بقى السيخ ده، انا بحطه كده في السبرتو ده اللي بنستعمله، عشان في ناس كتبت لي في التعليقات قبل كده. السبرتو ده اللي بنستعمله بقى في السبرتايه بتاعه القهوه، عشان الناس اللي مش عارفاها يعني. بحطها كده في السبرتو، وبعد كده بولعها بالولاعه، وبولع بقى الفرن اهو. بولع بقى شعلة الفرن من فوق، وبرضه بولعها من تحت، دي بتساعدني اكتر يعني. بولع فوق وتحت كده وانا قاعده مكاني، عشان السيخ طويل زي ما انتم شايفين اهو. شايفين؟ عشان مثلا اللي حابب ان هو يشتري واحده زيها كده، بتسهل عليك كتير. هسيب بقى لغايه الصاجه ما تسخن خالص. انا عايزه الصاجه تكون حاميه جدا، ما ينفعش السمك يتحط على صاجه الفرن وهي بارده كده، عشان لان لو انت حطيتيه على طول والصاجه لسه ما سخنتش، بيلزق معاك كده والظهره بتاعت السمكه بتتشال. بغلف بقى السمكه من فوق وتحت كده بالرده. الرده دي اللي بتطلع من الدقيق، بتشتريها من عند بتوع الاعلاف او العطار او حاجه زي كده. بغلفها بقى من فوق وتحت اهو. الطبقه دي بتحمل السمكه. انا عندي برضو المطرحه دي بتساعدني كده في الشوي. برص بقى السمك عليها كده، وبعد كده بقوم حاطاه في الفرن. انا بقول لكم بقى كل التفاصيل دي عشان اللي عندها مثلا فرن زي ده وعايزه بقى تشغله، او ما بتعرفش ان هي تستعمله. اهم حاجه في الفرن ده ان انت تحمل الصاجه كويس قوي، تدخل السمك على صاجه حاميه جدا. كده تضمن ان السمك يتغلف من فوق وتحت، وما يتحرقش معاك كده او يلزق في الصاجه بتاعه الفرن. انا بجيب بقى شويه رده، بقوم حطهم على الصاجه كده عشان اشوف حميت ولا لا. اول ما بيبداوا ان هم يتحرقوا او ياخدوا لون، خلاص كده الصاجه حميت قوي، فبحط بقى السمك. هرص بقى السمك الصغير اهو مع بعضه برضو. انا عندي بقى الفرن ده الشعله اللي تحت ضعيفها شويه، فالسمك عندي بياخد لون من فوق، وبعد كده بقلبه الجنب التاني. انت عندك بقى لو الفرن كويس مثلا، او الشعله بتاعته عاليه شويه وكده، بياخد لا اللون من فوق وبياخد لون من تحت. فبتخلي بالك منه، لازم بتعلي الفرن من فوق وتحت كده برضو، عشان السمك ما ينفعش انه يبقى على نار هاديه، لازم يبقى على نار عاليه زي ما انتم شايفين اهو. لازم يعني يتشمع من فوق وتحت كده الاول بالنار. اول ما بياخد عندي بقى لون فوق كده بقوم قلباه، بجيب بقى اللي تحت فوق. واول ما بياخد لون من فوق بقى وتحت، بوجه الراس ناحيه النار كده، عشان يستوي كويس، اضمن ان هو استوى من جوه. شايفين؟ السمك الصغير ما بياخدش سوا كتير زي السمك الكبير، يعني عند السمك الصغير ده هيستوي بسرعة عن السمك التاني، بياخد لون من فوق وتحت كده. بعد ما السمك بقى ياخد لون من فوق وتحت، ولما اعرف بقى خلاص ان هو كده استوى من فوق وتحت، بطفي عليه النار، واسيبه يعني مدة دقيقتين كده في الفرن. بعد ما بطفي النار شايفين يعني يستوي او يتلدن كده. خلاص كده طلعت بقى السمك اهو، وجهزت بقى الخلطة بتاعته. وعملت جنبه رز ابيض عشان بحب جنبه رز ابيض كده. الروتين بتاعنا خلص. يا رب الفيديو ينال اعجابكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.